طمنا لما قال لنا هيمحي اللي يمس الوطن. انتي املنا وامننا كلنا حماة الوطن. مرحبا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا على الهواء مباشرة في صباح القاهرة اليوم الثلاث. والنهاردة في بداية حلقتنا ذكرنا ان احنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو التاريخ وإحياء القاهرة الخديوية، القاهرة التاريخية. في مناطق كتير جدا في مصر مش في القاهرة فقط مليانة بالآثار، مليانة بالمناطق التاريخية اللي شاهدة على عصور أو العصور اللي مرت على التاريخ. يعني المؤرخين مش هم بس اللي بيكتبوا التاريخ، ولكن التاريخ موجود ومحفور في الأحياء، في المدن، في الشوارع اللي احنا بنعيشها. بنعرف تاريخ المكان ده من مثلا مسجد قديم موجود وبيبقى معروف المسجد ده بتاع مين، مبنى أثري بنعرف المبنى ده كان مين اللي عمله أو اللي بناه، وبيبقى موجود عليه التاريخ بتاعه ومتأرخ كمان أو مثبت في الكتب التاريخية. بس هنعرف أكتر تفاصيل عن هذا الموضوع، إحياء القاهرة التاريخية، موضوع مهم جدا. معانا النهارده في حلقتنا من صباح القاهرة مع ضيفنا اللي بيشرفنا في الاستوديو الدكتور أحمد عبد الفتاح، عضو اتحاد المؤرخين العرب. أهلا بك يا دكتور أحمد، صباح الخير على حضرتك. اهلا بحضرتك والساده المشاهدين واسره البرنامج. أهلا صباح بك يا الخير دكتور. على كل الشعب المصري. يا رب دايما موضوع خير. النهارده موضوع مهم جدا وموضوع حيوي بيمس كل مواطن مصري، يبقى عنده علم باهميه الاثار الموجوده اللي بتعود لحقب تاريخيه متتاليه ومتعاقبه. لو اتكلمنا بصفه خاصه على مدينه القاهره، الدوله الفتره الاخيره بذلت جهد كبير جدا في الارتقاء بصيانه الاثار الموجوده عندنا في القاهره الاسلاميه والقاهره الفاطميه بصفه خاصه. الافتتاحات نفسها اللي بتقوم بها القياده المصريه الفتره الاخيره على قدم وساق. احنا ده بيذكرنا بلجنه حفظ الاثار العربيه اللي كانت انشئت في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني. كان في وقتها برضه عنايه بالاثار الاسلاميه والاثار القبطيه اللي كانت موجوده في مصر. بنجد يعني حاله من الازدهار رجعت تاني، وده يعني هو ده تراثنا المفروض نحافظ عليه الاجيال طبعا. القادمه. طبعا. والسيد الرئيس يعني احنا بنجد جهد، والله جهد كبير جدا ولا يدخر يعني من وقته من اجل الحفاظ بهذه المنشآت الاثريه، بحيث ان احنا يعني برضو كل مسؤول عندنا في وزاره الاثار هو بيدرك قيمه كل اثر موجود، وبيحاول بقدر الامكان ان ده نسلمه الاجيال اللي جايه. طبعا. ده الهدف الاساسي. القاهره التاريخيه لو اتكلمنا قبل بس ما نبدأ في القاهرة التاريخية، كلمة مؤرخ، المؤرخ لانه في الكاتب، عشان برضو الناس تعرف او المشاهد يعرف ايه الفرق بين المؤرخ اللي بيكتب التاريخ او الاحداث او الكاتب، يعني ايه الفرق بينهم؟ الكاتب يعني هو ممكن ما يكونش متخصص في علم التاريخ، اما المؤرخ هو اللي شاهد على الحدث نفسه. وده احيانا بيبقى شاهد عيان على الاحداث مش من وجهة نظره، مش من بيحط وجهة الحدث نظره. زي ما هو زي ما ده حصل. ده بيبقى مؤرخ وشاهد على الحدث نفسه. تمام. في ناس بتجي تنقل الروايات وبتشوف اصح روايه كانت موجوده ايه، بتحاول ان هي تشوف المصادر التاريخيه اللي كانت موجوده، وبتحاول تشوف الروايه اللي متفق عليها بين المؤرخين، وبيحاول ان هو يشوف الدوافع نفسها وراء الحدث نفسه. ما هو في فلسفه التاريخ اللي هو انا بشوف ما وراء الحدث مش الحدث بس موجود. في جملة دايما بتتقال انه التاريخ لا يكتبه الا المنتصرون، هل ده صح ولا لا؟ امال فين دور المؤرخ؟ لا طبعا. هو احنا برضه ما نقدرش نحكم على اي حدث يعني في وقتها. احنا بنشوف المصادر كلها اللي كانت موجوده او المراجع اللي تناولت الحدث، وبنحاول بقدر الامكان بنقارن الاقوال الموجوده والروايات الموجوده التاريخيه، وبنشوف تمام. اصدق هذه الروايات. يعني اقول لحضرتك يعني مثال بسيط جدا، لما جه ابن خلدون واتكلم على ان المغول نفسهم القوا مكتبه بغداد في النهر، ومروا من خلال يعني عليها على الكتب. على هذه الكتب. طب هو الكتب دي كان حجمها قد ايه؟ الحاجه الثانيه، ابن خلدون نفسه هو شخص من شمال افريقيا من المغرب. هو عمره ما راح اصلا العراق ولا شاف ما شافش المشهد ده، ما شافش الكلام ده خالص. يعني هو تناقل الروايه، وللاسف الروايه يعني مغلوطه للاسف، لان المؤرخين اللي كانوا في المشرق ما حدش تناول هذه الروايه وكانوا معاصرين للحدث نفسه. ما حدش ذكر اصلا ذكر الروايه الحادث دي ده انه حصل بالظبط كده. فاحنا بنحاول نفند الروايات التاريخيه ونشوف اصدق الروايات. طب ما ده كده معناه انه في حاجات كتير جدا في التاريخ ممكن تكون مغلوطه؟ كتير جدا طبعا. وده دور المؤرخ بقى، ان هو بيصحح، هو بينتقي المعلومه الاصح وبيقدمها للقارئ. ده دور المؤرخ. احداث خلاص حصلت قديما جدا، احنا هنجيب منين بقى الناس اللي كانت عايشه وقتها؟ لا بس احنا والله الفتره الاخيره عندنا في مصر يعني شوامخ المؤرخين اللي موجودين في الوطن العربي وليهم دور كبير جدا في تصحيح وكتابه التاريخ بصفه خاصه.
وبيحس ان المعلومه برضه تبقى بسيطه للقارئ العادي، ما يبقاش فيه اللي هو عنده روايات متضاربه وهو مش عارف ايهما اصح. صح. نفس الشيء برضه الانف ابو الهول، في معلومات كتير جدا انف ان ابو الهول. نابليون الحمله الفرنسيه لما دخلت في مصر قعدوا يضربوه بالمدافع لحد وده طبعا روايه مغلوطه خالص. ليه؟ لان نابليون نفسه يعني الحمله الفرنسيه عندما اتت الى مصر، الكلام ده عام 1798، ايوه كان في معاها فريق من العلماء. تمام. والحمله الفرنسيه او الغزو الفرنسي زي ما بعض الكتاب بيكتبوا، او الاحتلال الفرنسي، في مجموعه من العلماء. هي كان الحمله الفرنسيه لو كان هدفها هدم الاثار او التنكيل بالتراث بتاعنا، ما كانتش المطبعه احنا يعني في عندنا تهتم بحجر رشيد بالظبط كده، حجر رشيد وكتاب وصف مصر. الروايات التاريخيه نفسها هي وضحت الموضوع ده، وقالت ان انف ابو الهول كسرت في عصر المماليك ايام السلطان برقوق. الكلام ده كان في مطلع القرن التاسع. احد الشيوخ اللي هم اللي كان عندهم تطرف او غلو في الدين خرج. ايوه مظبوط. وابو الهول نفسه كان مغطى بالرمال، واللي كان ظاهر بس منه هو الوجه بس. صحيح. فخرجوا من الصباح حتى هم نسبوا اي زي دمار حصل للمحتل. بالظبط كده. يعني وعايز برضو الفت انتباه المشاهد ان عندنا برضو لوحات المستشرقين اللي رسمت في القرن السادس عشر والقرن السابع عشر. تمام. هي الانف ابو الهول مش موجوده في اللوحات المستشرقين نفسها، يعني قبل قبل الحمله الفرنسيه ما كانت موجوده، عصر قبليه بالظبط يعني. كده. ده اللي انا حابب ان انا اوضحه للمشاهد، بحيث برضو المشاهد يبقى عارف ان دور المؤرخ ان هو بيوضح الحقيقه وبينتقل. صح، احنا عاوزين نعرف الحقيقه، مش عاوزين ان كده. وجهه نظر الكاتب. ده بقى فرق بين المؤرخ ان هو بيكتب الاحداث زي ما هي، والكاتب اللي هو بيقول حاجه من وجهه نظره هو. وبينتقد لو في اقوال مغلوطه، في روايات غير صحيحه، بيحاول ان هو ينتقد وبيرد عليها. كويس جدا. طيب ننتقل بقى مره تانية، معلش انا قطعت بس كلامك. كنا عايزين نعرف الفرق بين المؤرخ لانه دوره خطير وعليه عبء هيتحاسب عليه، ان هو بينقل الحقيقه عشان الاجيال تعرفها. فاعتقد انه كان لازم نقول هو ايه المؤرخ بيعمل ايه بالظبط. نروح للقاهره التاريخيه. حضرتك قلت انه الحقيقه القياده السياسيه والدوله المصريه مهتمه في الفتره الاخيره بالدعم، كل الدعم للوزارات المعنيه باحياء التاريخ والتراث المصري. خلينا نمسك احياء القاهره كده منذ نشاه مدينه القاهره واللي بناها جوهر الصقلي. طب خلينا نرجع لورا. نرجع القصه من اولها. تمام. عمرو بن العاص عندما تقدم فتح مصر 21 هجريه 641 ميلاديه. مكان الفسطاط نفسه او الخيمه بدا يبقى فيه عندنا عاصمه. تمام. هذه المدينه هي كانت تعتبر اول عاصمه اداريه لمصر، مدينه الفسطاط. وبدات القبائل العربيه اللي كانت من الجزيره العربيه بدات تتوافد على مصر في هذه الفتره، وبدا يختط لهم يعني دروب واحياء بجوار الفسطاط. الوضع بدا يضيق على القبائل العربيه. بدا يفكروا بعد كده، حتى الكلام ده كان في الكلام عملوا جامع عمرو بن العاص. ده مسجد في البدايه. هو فلسفه العماره الاسلاميه بصفه خاصه المسجد اولا. تمام. يعني ودار الاماره ثانيا. تمام. وده اللي حصل فعلا في مدينه الفسطاط. وحتى عمرو بن العاص نفسه هو ما فكرش حتى ان هو يعني يستقر في الاسكندريه، مع الاسكندريه كانت عاصمه لمصر 600 سنه تقريبا. صح. لان كان في برضه فلسفه في وقتها ان احنا ما كانش فيها عندنا اسطول اسلامي. وبرضه نفس الفكره برضه ان الارض الدوله العربيه الناشئه ما يبقاش فيه ميه بتفصل ما بين اقطارها، لان ما فيش سفن وما فيش اسطول لسه. الاسطول ده كان في عهد معاويه بن ابي سفيان. الكلام هنتكلم في سنه حاجه و40 هجريه تقريبا. فاللي انا عايز اقوله ان الفسطاط هي كانت تعتبر هي النواه لمدينه القاهره، لان انشئ بعد كده ايام صالح بن علي. الكلام ده كان في العصر العباسي، بدايه العصر العباسي انشئ مدينه العسكر، ودي كانت خاصه بالجند. عشان نفصل برضو، عشان يبقى في فصل ما بين عامه الناس المصريين وبين الجند نفسهم، ما يبقاش فيه اختلاط برضو، لان بدات المدينه تتسع. بعد كده حتى لما اتى احمد بن طولون، الكلام ده كان في منتصف القرن الثالث، بدا ينشئ مدينه الى الشمال من العسكر، مدينه القطائع، وانشا برضو فيها مسجد. وناخد بالنا اي مدينه كان بيتم انشائها كان المسجد اولا. تمام. يعني عندنا الفسطاط، شمال الفسطاط كان في مدينة العسكر، شمال العسكر كان في عندنا مدينة القطائع. ثم عندما جاء جوهر الصقلي بدأ العصر الفاطمي، في بداية العصر الفاطمي كان الكلام ده سنة 358 هجرية. بدأ ينشئ مدينة جديدة تكون عاصمة للدولة الناشئة اللي هي الدولة 1100 سنة. بالظبط كده. يعني تعتبر عاصمة للدولة الناشئة، وأطلق عليها في الوقت ده مدينة المنصورية. هو الاسم اتغير بعد كده. هو كان ده يعني هو ده تيمنا باسم والد المعز لدين الله الفاطمي. عندما اتى المعز لدين الله الفاطمي طبعا الى القاهره، استقبلوا المصريين بالشموع وفوانيس وكل هذه الاشياء. اشهر شارع تاريخي وشارع المعز وموجود عندنا في حي الجماليه، نتكلم برضو عنه بالتفصيل. اللي انا عايز اقوله ان تم انشاء برضو جامع اللي هو الجامع الازهر.
وده أقدم جامع موجود في مصر الفاطمية، مش مصر الإسلامية. مصر الإسلامية عندنا برضو في ناس عمرو بن العاص جامع مسجد أول مسجد في قارة مصر أفريقيا، وقارة أفريقيا هو مسجد عمرو بن العاص مش الأزهر، عشان برضو جامع الأزهر هو رابع مسجد تم إنشاؤه في العصر الإسلامي في مصر. كويس جدا. وأول مسجد في العصر الفاطمي، وأول مسجد تم إنشاؤه في القاهرة الفاطمية. تمام. الأزهر الشريف هو يعتبر جامع وجامعة في نفس الوقت، ويعني بيقوم بدور على ما يقرب من 1000 سنة تقريبا، ودور مش دور محلي، ده دور عالمي. والتعليم نفسه كان بيتم في الأروقة في جامع الأزهر حتى عهد قريب. احنا بنتكلم لحد إنشاء يعني الكلام ده لحد 1950 تقريبا، لحد انشاء منظمه البحوث الاسلاميه او مدينه البحوث الاسلاميه. كان جامع الازهر هو اللي بيقوم بالتعليم عن طريق الاروقه اللي كانت موجوده للوافدين او المصريين. وكان كل طائفه كان ليها رواق محدد. يعني في عندنا مثلا اروقه للهنود، للاتراك، للشوام، للحرمين. كل دول كانوا بيتعلموا في جامع الازهر. يعني كان مناره للعلم والثقافه في وقتها. وحتى اليوم احنا بنجد يعني احترام وتقدير. اغلب دول جنوب شرق اسيا، سنغافوره وماليزيا واندونيسيا، كل هذه الدول بتبجل قيمه الازهر الشريف كمناره للعلم والثقافه في العالم الاسلامي كله. تمام. الدوله الفتره الاخيره يعني هي حرصت كل الحرص على اعاده هذه الاماكن الموجوده عندنا اللي هي الاسلاميه او الاثار الاسلاميه او المنشات الاسلاميه الى سابق عهدها بقى بنفس حالتها الأصلية. وده اللي احنا وجدناه، افتتاحات على قدم وساق من الدولة المصرية. جامع الزهر بيبرس نفس الشيء. الزهر بيبرس من أشهر سلاطين المماليك، بل بيعتبر المؤسس لدولة المماليك. الراجل ده حكم مصر 17 سنة وشهرين و10 أيام. الزهر بيبرس هو نسب ليه حي مشهور في القاهرة، حي الظاهر اللي فيه المسجد. والدولة الفترة الأخيرة افتتحت اللي فيه قصر السكاكين بالظبط كده. الدولة افتتحت المسجد الفترة الأخيرة بترحيب دولي. وكان في يعني احنا بنتكلم برضو كان السفاره الكازاخيه، باعتبار ان الزهر بيبرس من كازاخستان. كان في السفاره الكازاخيه كانت موجوده، وكانوا بيحتفلوا بافتتاح المسجد. والاحتفال اشاد بيه العالم كله في الفتره دي. يعني برضو بتكلم الظاهر بيبرس ده بيعتبر مصدر عزه ومصدر كرامه ومصدر حي الظاهر عشان الناس بس. حي الظاهر احنا معانا بص حضرتك كده، ده يعني بعض من ده متحف. ده طبعا من اهم المنشآت الموجوده عندنا. ده متحف طبعا، متحف الفن الاسلامي. ده اللي قدام مديريه الامن القديمه اللي بعد ما بالظبط كده. وده يعني الشارع اتفتح دلوقتي والمتحف بقى ظاهر جدا، وبيعج بالتحف الفنيه الاسلاميه والمنمنمات الاسلاميه، حاجه القطع الفنيه الفريده من نوعها. حاجات اللي هي بقى عارف حضرتك الحاجات الشعبيه المصريه اللي هي الأصيلة. القميص اللي كان مش عارفه الحاجات المعتقدات المصريه، وحاجه اسمها طاسه الخضه، مش عارف الحاجات دي كلها موجوده. الحاجات دي كلها بترجع للعصور الاسلاميه، وخاصه العصر المملوكي كان الكلام ده كله كان منتشر. اللي هو اللباس العسكري والزي العسكري الخاص بالسلاطين وبالامراء، كل ده موجود عندنا في متحف الفن الاسلامي. التحف الفنيه نفسها، الشمعدان كاتبوغه، عندنا برضو الزرديات والدروع والسيوف، كل هذه الاشياء، واواني بعض الاواني والتحف المعدنيه والاواني وابواب خشب كده، والاواني الزجاجيه والابواب المرصعه والابواب نفسها المكفته بالنحاس. كل هذه الاشياء موجوده عندنا في المتحف الفني الاسلامي. المتحف الفني الاسلامي بيعتبر يعني سجل حافل بتراث العصر المملوكي والعصر العثماني والعصور الاسلاميه. مصر مليانه. احنا عندنا كنوز كتير جدا، مصر مليانه عندنا كنوز كتير من كل العصور. يعني عايزه اقول لحضرتك انه طول ما انت ماشي المباني القديمه نفسها واللي اتعملت في كل العصور، يعني العصر الفاطمي احنا غالب شويه. المساجد احنا مدينه الالف مأذنه، يعني مدينه الالف مأذنه، القاهرة الإسلامية. هذه الأحياء دي لحد اليوم بتحتفظ باسم مؤسسة. يعني حي القبة مثلا من الأحياء الشهيرة في مدينة القاهرة، حدائق القبة. مظبوط. هو نسب للقبة اللي أنشأها الأمير يشبك من مهدي الدوادار، وده كان قائد الجيش المصري في أواخر عصر المماليك الجراقصة. ايوه. وهذه القبه برضه الفت انتباه المشاهد. القبه دي ما كانتش ما فيش تحتيها ضريح خاص بالامير يشبك من مهدي الدوادار ولا حاجه. دي كانت قبه بيتم انشائها في الصحراء للتنزه وللصيد. هو كان بيخرج، كان بيستطيع، يعني كان بيستجم في الهواء النظيف في هذه المنطقه. مش مقام ليه؟ لا مش مقام خالص، عشان الناس بس لا مش مقام خالص. صح مظبوط تمام. برضه عندنا يعني حي الازبكيه او منطقه الازبكيه دي انشاها الامير ازبك منتطخ. ده المماليك برضو بفترة السلطان قايتباي، وكان قائد الجيش المصري 30 سنة تقريبا فترة السلطان قايتباي.
وهذا الامير واللي عاصم اتعملت قلعه قايتباي في الاسكندريه مكان مناره الاسكندريه. بالظبط كده. فاحنا عندنا الاحياء التراثيه والاحياء التاريخيه كتير جدا في القاهره. القاهره وفي اسكندريه وحي الجماليه نفس الشيء مليان. حي كفاية شارع الجماليه المعز لوحده. حي الجماليه بيعتبر متحف مفتوح، طبعا. يعني بيزخر بالتحف الفنيه والحرف اليدويه والمشغولات والصناعات والاسواق نفسها. يعني بيبهر الزائر سواء كان مصري او اجنبي. حي الجماليه نفسه يعني هو بيشغل ما يقرب من 2.5% من مساحه القاهره. الحي الجماليه الحي نفسه بيعتبر متحف مفتوح، في اثار من العصر الفاطمي، في اثار بترجع للعصر الايوبي، في عندنا الحارات نفسها اللي موجوده، يعني الحارات نفسها اللي هو صلاح الدين الايوبي. صلاح الدين الايوبي عندما اتى حول خنقاس عيد السعداء وخلاها المدرسه الصلاحيه، وكانت مهمتها الرئيسيه نشر المذهب السني في هذه الفتره وهذه المرحله. لما جاء بعد كده الملك الكامل انشا المدرسه الكامليه في حي الجماليه، نفس الشيء. في العصر المملوكي السلطان الظاهر بيبرس البندقداري، هذا الرجل يعني حكم مصر زي ما اشرت وقلت 17 سنه تقريبا. انشا المدرسه الظاهريه. شمال حي الجماليه في عندنا حي الظاهر، في مسجد الشهيد مسجد الظاهر بيبرس. تمام. مجموعه قلاوون نفس الشيء موجوده عندنا في حي الجماليه، في شارع القصبه اللي هو شارع المعز لدين الله الفاطمي. تمام. سبيل قايتباي السلطان المملوكي جرقسي، هذا الرجل حكم مصر فتره كبيره حوالي 29 سنه تقريبا. ليه وكاله موجوده عندنا في القاهره مشهوره جدا. العصر وكاله ايه؟ قايتباي. وكاله قايتباي. امال وكاله الغوري دي ايه؟ موجوده برضه في القاهره نفس الشيء برضه. وكاله الغوري كانت مختصه ببيع السلع والبضائع واستقبال التجار. وخان الخليلي نفس الشيء. ده بقى ايه؟ اسمه الشريف الخليلي، او هو يقال انه في حاجتين الاسم ده. انا هقول لحضرتك على حاجه. هو احنا عندنا حي الجماليه يعني بيربطنا شويه بفلسطين. ليه؟ لان التسميه نفسها الحي، يعني بعض المؤرخين بيقولوا ان اللي انشا هذا الحي هو الامير واحد بدر الدين الجمالي. أيوة ودي طبعا معلومه مغلوطه. اغلب الشواهد التاريخيه بتقول ان اللي انشا هذا الحي ونسب ليه فيما بعد كان الامير جمال الدين استادار. الامير جمال الدين يوسف الاستادار ده كان من مدينه البيره في فلسطين. كذا مقوله في فلسطين. ولد في فلسطين. أيوة. ووالده كان واعظ، وهذا الرجل قتل باين في الاخر صح؟ وفي النهايه قتل في اواخر حياته. وهذا الرجل بدا ان هو يستولي على الاملاك، وبدا ان هو ينشئ المدرسه المشهوره مدرسه جمال الدين الاستادار اللي موجوده في هذا الحي. نسبت فيما بعد الحي يعني تسمى الحي اتسمى باسمه اللي هو حي الجماليه. اما بالنسبه